السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواته حبايبي الزمالك المستسلم، الزمالك الضعيف فنيا، الزمالك الذي يح... يعني الزمالك اللي فيه لعيبة لا تستحق أن تلبس رداء الزمالك، الزمالك اللي فيه إداريين ما يستحقوش يبقوا في نادي الزمالك، الزمالك اللي فيه أجهزة فنية وطبية وكل حاجة لا يصلحهم أن يكون في نادي الزمالك. الزمالك المفكك، الزمالك الضعيف بيخسر 2-1 من الإسماعيلي. أعتقد إن الإسماعيلي لو كان حب يجيب هدفين ثلاثة كمان كان هيقدر. أداء ملوش ملامح، تشكيل ملوش ملامح، وسوريو ما قدمش أي حاجة حتى الآن. لعب ده الماتش الخامس ليه تقريبا أو الرابع، ما قدمش أي شيء. بادئ بتشكيل غريب الصراحه، انا مش قادر افهمه. 4-1 تقريبا، 4-1. محمد صبحي بيلعب بحسام عبد المجيد وشبانه وسكر والونش في خط الظهر، قدامهم دونجا ونضاي وشيكابالا وزيزو ومصطفى شلبي وسامسون اكينيولا. انا مش فاهم متوزعين ازاي، او مش فاهم ده دوره ايه. يعني زيزو بيلعب 8 مثلا، وشيكابالا بيلعب 8، او زيزو ونضاي بيلعبوا 8 2 تمانيات. ما عندهمش القدره الدفاعيه، او هم عندهم يعني ايه، عايزين يهاجموا، عندهم النزعه الهجوميه دايما. فانت خط وسطك سايب، مفيش حد يقدر يسيطر عليه كله. دايما تشوف شيكابالا طالع وزيزو طالع والنضاي طالع وشلبي طالع. طب هو اللي هيلم من ورا دول كلهم، ما هم دول مش هيلعبوا لوحدهم، مش هيجيبوا الكره من السما كده لوحدهم، لا لازم في حد يلم وراه. مين اللي هيلم وراه؟ مفيش حد هيلم وراه. رؤى اللي لا يفقه اي شيء. يعني هو الحمد لله الحمد لله بروز اللي هو سوء مستواه وضعفه في الجون اللي هو جابه في نفسه. جون كوميدي او جون مسخره صراحه. اشباه رجال يرتدون تيشيرت نادي الزمالك ويتالقوا في يعني تلطخ تيشيرت نادي الزمالك بلاش نقول بالطين، خليها بالطين. ماتش بدأ الاسماعيلي احسن، في كرة في العارضة، تسلل، هجمات من هنا لحد ما جاء الجون بتاع المتابعة بتاعت لياو اللي اتشاطت صبحي شالها من على اليمين ببراعة، راحت على شماله. طبعا استحالة يفتح ياخد ال 6 متر دولت او 3 متر مهما كانت، يعني ياخدها مرة واحدة. لا، فهو شالها من على اليمين وراح على الشمال عشان يشيلها، فكانت هدف محقق. الكورة من أولها فيها شك، يعني فيها فاول من خط الوسط، فيها شك يعني بين نضاي واللاعب اللي اسمه مش فاكر والله اسمه، اللي هو الباك الشمال بتاع النادي الاسماعيلي. فيها يعني تتحسب، او لو اتحسبت هتقول فاول، لو ما اتحسبتش هتقول تمشي برضه. بس انا بالنسبه لي لو انا الحكم او انا اللي بقيم، لا انا الكره دي فاول. يعني الزمالك اتظلم في الهدف الاول، الكره المفروض كانت تبقى فاول. انا شفت اللقطه من كذا زاويه، هو التحام بسيط ولكن في الاول والاخر التحام وفي سائل القدم، فاعتقد انه كان يبقى فاول، ولازم كان الحكم راح شاف الفار وكان لازم يتفق معاه ويدي فاول ويلغي الهدف. مش عارف الصراحه هو شاف ايه، او هو شافها بأنهي منطق، او حسبها ازاي. برضه هنشوف اراء خبراء التحكيم في الاستوديوهات. الجون الثاني اوفر من مصطفى شلبي، الصراحه استلام وامتصاص من سامسون اكينيولا هذا سامسون، وريحها باجمل ما يكون لابراهيم نضاي اللي حط الهدف الاول ليه مع نادي الزمالك. جون جميل، جون كويس، ولكن يعني مش هنفخم فيه قوي، لان انت لعبت نادي الزمالك فده الطبيعي. يعني المفروض انك تبقى كسبان، ما تبقاش انت الرياكشن دايما في كل ماتشاتك. سامسون اخيرا عامل حسنه، ونضاي اخيرا عمل حسنه. استمر لعب العشوائي لحد ما الاسماعيلي ربنا كرمه واحرز الهدف الثاني قدام محمد اشرف رؤى. اللي انا يعني هو اللاعب الكره ثابت اوفر، اللاعب ما عرفش يستلمها. طب انت يا رؤى جاي تعمل ايه؟ جاي مرفع رجلك ومعزم ومحضر العضله الخلفيه في ايه؟ انت ناوي تعمل ايه يا حبيبي؟ حبيبي الكره ده جونك. بص، هو عشان هو حس بنفسه على ايه معرفش، فهو ده اخره الغرور واخره انك يعني ما تديش او ما تحترمش الناس اللي قدامك. مش شاطر يخرج له بعد كل ماتش يقعد يعمل لك للجمهور كده. لا يا عم، غور في داهيه، غور في داهيه والله، بلاش حرق الدم. لاعب ما عندوش اصلا اساسيات ولا مقومات كره القدم، لاعب ما تفهمش والله بيلعبوا كره قدم بالواسطه، وما تفهمش وصلهم في يعني يلعبوا في الزمالك واهلي ازاي.
وبس بقى لاعب في نادي الزمالك، وما شاء الله بيقبض بالملايين، ربنا يزيده طبعا. بس ككوره يا مولاي كما خلقتني لا يفقه اي شيء في كره القدم. الصراحه انا مش عارف هو قعد، هو اسوريو ده دماغه فين؟ يعني اسوريو ده انت يعني اصلا ايه؟ الرؤى ده مش الكليز اللي هيمسك لك خط الوسط، ولا دونجا ده انيستا مثلا، ولا دونجا الحقيقي اللي هيجي يسيطر على خط الوسط. مفيش يعني ما فيها كده، مفيش. فيعني انت لو ما جبتش جول وثلاثه واربعه هتخسر. وقد كان جرب الخطه دي الماتش اللي فات مع بروكسي، وبروكسي استحوذت على خط الوسط وقدرت يعتبر على ورق كسبتك او بهدلتك، خليها بهدلتك باش كسبتك. الماتش اللي قلبه سيراميكا انت كسبت 1-0 ومع ذلك اتبهدلت، خط الوسط بتاعك اتسحب منك واتبهدلت. هجمات خطره المفروض كانت تحول اجوان. الماتش اللي قبله كان بتاع المقاولين اللي خلص اتعادل في المقاولين، اتعادل في اخر دقيقه برضه بسبب سيطره على خط الوسط بتاع الزمالك. انت دماغك في ايه؟ انت يعني لحد امتى؟ انت جربتها مره واثنين وثلاثه واربعه وكل مره بتفشل فيها، واللي انت عايزه ما بيتحققش. يعني هنا في مصر اللاعب بتاعنا امكانياته يشيل نص خط لوحده، يعني خط الوسط ده يشيله 2 أو 3. واحد هيشيل خط وسط كامل ده مش موجوده. كان الوحيد اللي ممكن يعملها طارق حامد، غير كده مفيش ابيض. يعني المفروض يعني اللي قاعد مع كابتن مدحت عبد الهادي المساعد بتاع اسوريو المفروض يفهمه ويعرفوا ان كده مش هينفع. شيكابالا مش اللاعب اللي يقدر يديك 90 دقيقه. ابراهيم ضاي ومصطفى شلبي ورد بوسطه مثلا، لا هو انت خلي نضاي يبدل مع زيزو مثلا وشيكابالا، والناحيه الثانيه نفس الحوار مصطفى شلبي يبدل مع يوسف اسامه نبيه. بتوع خط الوسط اللي اساسهم خط وسط خليهم في قلب الملعب يا عم، بلاش نقعد نلف وندور حوالين بعضنا. بالمناسبه الزمالك حاليا في المركز الكام؟ الزمالك حاليا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وراء الاتحاد السكندري في المركز الخامس ب 40 نقطة، ولكن الاتحاد السكندري له ماتش مؤجل، لو كسبه هيبقى 43 وتمشي نقطة ونقطة. يعني شوف الزمالك حاليا في نقطة تخرجه بره المربع الذهبي وما يلعبش أي بطولة أفريقية. أسوريو لما فاقش الزمالك حرفيا هيضيع. حرفيا الزمالك فلت من يعني هزيمة مذلة مثلا أو علقة كانت هتبقى في السوبر المصري لو كان راح. ده فريق مهلهل والله، فريق ما فيش فيه راجل، والله صعبان عليا بجد. فريق ما فيش فيه لعيبه رجاله، ما فيش فيه لعيبه خالص. ده لو فريق كوره حريمي هيبقى افضل من كده. وطبعا الزمالك لعب 26 ماتش وفيوتشر لعب 26 ماتش وفرق بينهم 7 نقاط، وفرق بينه وبين بيراميدز 4 نقط، وبيراميدز ليه ماتش او 2 مؤجلين عن الزمالك. فهو اصلا بيراميدز لو كسب هيعدي فيوتشر بنفس تساوي عدد المباريات. فاسوريو لو ما فاش الزمالك بره افريقيا رسميا. الزمالك بره افريقيا السيزون الجاي رسميا لو اسوريو ما فاقش ومدحت عبد الهادي ما قالوش اعمل حاجه. على المستوى الصعيدي الاداري الله يكون في عون اللعيبه بقى. يعني مثلا الحاجه اللي هتعذرها فيهم الله يكون في عونهم، هم مش عارفين مين رئيس النادي، مش عارفين مين قائم باعمال النادي، مش عارفين مين مجلس الاداره، مش عارفين المجلس ده هيكمل بكره ولا مش هيكمل، مش عارفين مين اللي هيدي لهم فلوسهم، مش عارفين مين المشرف على الكوره، مش عارفين مين. انا عندي مشكله اكلم مين. نادي عباره عن خرابه حرفيا، مع كل احترام وانا اسف في كل واحد زملكاوي، بس النادي حاليا عباره عن خرابه بس، مفيش اي حاجه تانيه بتحصل غير كده. كله عك في عك في عك، ودي النتيجه. الزمالك هيبقى خارج افريقيا رسميا. الزمالك حاليا سيزون 0. لايك وشير واشتراك في القناه ده بعد اذن حضرتك، وشير للفيديو لو انت على الفيسبوك، وبصوت كل واحد زملكاوي شير للفيديو. هنتكلم على التحكيم. بص، في ماتش بروكسي التحكيم طبعا جامل الزمالك وخلاه يكسب ويكمل في كأس مصر للسيزون الحالي، مع رغم ان بروكسي هو اللي كان المفروض يلعب الماتش، او قصدي هو اللي يكسب يعني عشان ركله الجزاء اللي ما اتحسبتش. النهارده الزمالك اتظلم، وبكره الاهلي مثلا هيتظلم، وبعده الاهلي هيتجامل، وبعده الزمالك هيتجامل. فلا يا عم، انا اللي انا طالبه ان يعني العداله التحكيميه تبقى مع كله، مع غزل المحله، مع سموحه، زي مع طلائع الجيش، زي مع الداخليه، زي مع فيوتشر، زي مع الاهلي، زي الزمالك، المقاولين، غيره. العدل اساس الملك.
هو انا مش عشان النهارده مثلا يعني النهارده مثلا كابتن ياسر هيبقى، هل قصدي كابتن طارق يحيى هيبقى مجهز الحالات لكابتن ياسر، ولا هيقول له الجهاز برضه عطلان؟ ما هو انت يعني خلي العدل ماشي، وسكه العدل معروفه. الحكام عندنا عايزين يعني والله المفروض عايزين نسفه، وللاسف الحكام اللي طالعه مفيش الحكم المبشر او اللي انت تقدر تثق في رايه حرفيا. الدوري الصراحه عندنا عايز شغل كتير، والزمالك الله يكون في عون جمهوره ولاعبيه. يعني النهارده كان المفروض يكسب عشان يبدا يفوق على الاقل، ولكن الزمالك استمر في فصوله البايخه. الزمالك الضعيف فنيا وتكتيكيا وبدنيا وعلى صعيد المدرب كمان. اعتقد ان المدرب هيبقى شوربه وهيمشي اخر السيزون ده، يعني هو مش هيكمل الموسم الجاي، هيخلص الموسم ده ويمشوه ما يركبش الفدا. لان الصراحه من وجهه نظري حتى الان مفيش اي اضافه، مفيش جمله، مفيش اي حاجه، مش شاطر غير ماسك القلم الازرق والاحمر وعمال يشخبط بيهم بس. فين بقى على ارض الواقع؟ والله ما في اي حاجه. وخليكم فاكرين ان الزمالك فلت من هزيمه مذله قدام النادي الاهلي في كاس السوبر المصري. وشكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه. السلام عليكم.